تم تسريب مقاطع فيديو وصور خاصة للناشطة والمحامية العراقية زينب جواد على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن تم اعتقالها للتحقيق معها، حيث يعتقد أنه تم الاستحواذ على هاتفها الشخصي وتفريغ محتوياته. وكانت المحامية زينب جواد من أشد الرافضين والمنتقدين لتعديل قانون الأحوال الشخصية الذي أقره البرلمان نهاية يناير الماضي. وقامت مديرية أمن الحشد الشعبي في يونيو الماضي باعتقال زينب جواد عند نقطة تفتيش شرق العاصمة بغداد، وقامت بمصادرة هاتفها وأجهزتها الإلكترونية وفق مقربين من المحامية، الأمر الذي يعزز الاتهامات المتداولة ضد عناصر المديرية بعد انتشار صورها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي. ويميل بعض المعلقين إلى الاعتقاد بأن الجهة التي قامت بتسريب صور المحامية في هذه الفترة هدفها التغطية على الخروقات التي ارتكبتها عناصر الحشد في مديرية الزراعة ببغداد مؤخرا، لصرف الأنظار عما حدث من مواجهات بينهم وبين قوات الأمن.